قذائف مدفعية تطلق من سفينة التدريب البيروفية إيدانا برسوها برصيف ميناء طنجة المدينة لمدة 5 أيام بعد إبحار دام نحو 7 أشهر. سفينة التدريب التابعة للبحرية البيروفية وهي ثاني أكبر سفينة شراعية بالعالم حظيت باستقبال استثنائي وكبير من قبل المسؤولين العسكريين والمدنيين بعاصمة البوغاز، والتي وصلتها لأول مرة وهي في طريقها لقطع نحو 312 يوما من الإبحار. أنشطة واجتماعات مكثفة رافقت وصول السفينة البيروفية جمعت المسؤولين العسكريين بالمدينة وطاقم السفينة الذي شارك بعض من طلاب البحرية فيها في أنشطة رياضية موازية إلى جانب نظرائهم من المدرسة الملكية البحرية المغربية. طلاب المدرسة البحرية الملكية بالدار البيضاء اكتشفوا بدورهم بعضا من تفاصيل أروقة هذه السفينة عبر هذه الجولة الإرشادية. We're looking to cooperate, of course, with the Moroccan Navy, and this is a bridge that we're building in order to have better communications in the future. And of course, this visit is going to enhance. We've been very warmly welcomed by the armed forces here this morning. We had the Navy and the representative of the Wali over here also. الزيارة هي الأولى من نوعها من طرف السفينة البيروفية نحو المغرب، شأنك خلق فرصة لنا كتلاميذ لتبادل الأفكار والثقافات وكذلك خلق علاقات متينة مع نظرائنا من تلاميذ الضباط البحرية البيروفية. Es un honor para nosotros haber jugado fútbol aquí en Tánger con la selección del equipo de las Fuerzas Armadas de Marruecos. Ha sido un gran partido, sabemos de la calidad del fútbol de Marruecos y ha sido un honor haber jugado aquí. Muchas gracias, espero no sea la última vez que podamos disfrutar de un gran partido de fútbol. هذه المباراة في كرة القدم تتجرى في إطار الأنشطة ديال اليوم الثاني للزيارة ديال المركب البيروفي. بطبيعة الحال هذه المباراة تتجرى في أجواء رياضية وتطبعها الندية والتنافس بين الطرفين وتتحلى بالروح الرياضية.